النهارده هتكلم معاكم عن واحدة من أكتر المنصات اللي هتطبع لك فلوس لو أنت عندك فعلا متابعين كتير فيها. المنصة دي ممكن تفاجئك لو أنت سمعت هي إيه، أو ممكن ما تفاجئكش قوي، لكن هي الإيميل ليست بتاعتك أو القائمة البريدية بتاعتك، مش أي منصة من وسائل التواصل الاجتماعي ولا اليوتيوب ولا أي حاجة خالص. وفي الفيديو ده هوريك ليه. يلا بينا. ازيكم يا جماعه، الاخبار؟ معاكم اسلام صلاح في قناه احنا بنتكلم عن كل ما متعلق بازاي تعمل اونلاين بزنس ناجح. فلو انت اول مره هنا ما تنساش تكسر زر اللايك واعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد اول ما ينزل. قلتها كتير وهقولها تاني، لو انت ما عندكش ايميل ليست انت ما عندكش بزنس. ناس كتير قوي تقول لي اسلام انا عندي مثلا قناه على اليوتيوب، انا كان عندي بروفايل كبير جدا وعندي متابعين كتير على الانستجرام او على صفحه الفيسبوك، وفجاه الفيسبوك عمل العمله بتاعته او انستجرام عمل لي حظر او وات ايفر او ايا كان السبب ايه، بس فجاه فقد كل المجهود اللي هو كان عامله، الاكونت بتاعه اتقلب، في هاكرز دخلوا عليه. كل الحاجات دي انت لا تملك منها شيئا. لو قرر مارك زكربيرج ان هو طقت في دماغه كده وقال لك انا النهارده وانا عايز اقفل الاكونت بتاع اسلام، بكره اسلام مش هيعرف يعمل اي حاجه خالص، روح اخبط دماغك في الحيط. لكن لما يكون عندك ايميل ليست او القائمه البريديه، انت حرفيا ممكن تاخد بيانات الناس دي كلها على فلاشه عندك كده، تسافر اي مكان في العالم، لو الدنيا كلها اتشقلبت هتحط الفلاشه دي، هتبعت للناس الحاجه اللي انت عايز تبعتها لهم، طول ما انت بتديهم فاليو وقيمه وعامل علاقه قويه جدا ما بينك وما بينهم، تقعد تديهم حاجات قيمه حاجات قيمه حاجات قيمه، وبعد كده تبيع لهم حاجه، تلاقي نفسك عمال بتطبع فلوس حرفيا حتى لو انت ما بتعملش اي حاجه. حتى لو بكره كل وسائل التواصل الاجتماعي كل الفولورز وكل المتابعين بتوعك اختفوا، هتقوم باعت ايميل واحد للايميل ليست بتاعتك، هتجيب شويه فلوس كتير محترمه من الموضوع ده. في الفيديو ده هاخدك واقول لك ازاي تقدر تعمل الموضوع ده، ايه الطرق اللي انت تقدر تبني بيها ايميل ليست، وهوريك ازاي تقدر تعمل كده بالتفصيل. الطريقه الاولى اللي انت ممكن تجمع بيها بيانات الناس هي من خلال فانل بنسميها فانل العرض المنخفض او اللو تيكت فانل. وزي ما باين من الاسم كده، الفانل دي انت بتبيع فيها منتج ثمنه رخيص جدا. الناس اول ما بتشتري المنتج ده اول حاجه خالص بيعملوها ان هم بيدخلوا الاسم والايميل بتاعهم زي ما انتم شايفين في الفانل اللي انا بوريها لكم دي. وانا قاصد ان انا اوريكم الحاجات دي كلها عشان اوريكم ان انا الكلام ده اللي انا بقوله لكم ده مش كلام نظري وخلاص، ده الكلام اللي انا بعمله في البيزنس عندي، دي الطريقه اللي انا ببني بيها القائمه البريديه بتاعتي في البيزنس بتاعي. الفانل الثانيه اللي معانا بنسميها الويبينار فانل، ودي عباره عن محاضره مجانيه. المحاضره دي انت بتدي للناس فيها معلومات معينه وفي الاخر بتبيع لهم اوفر معين. طبعا اول حاجه خالص عشان الناس تسجل في الويبينار او في المحاضره دي ان هم برضو بيدوا لك اسمهم وايميلهم، الحاجه اللي انت تتواصل معاهم بيها، حاجه زي الفانل برضو اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. الفانل الثالثه اللي معانا اسمها الليد فانل، وزي ما باين من الاسم انت بتدي للناس حاجه معينه مجانا عشان يدوا لك الايميل والاسم بتوعهم، برضو زي الفانل اللي انتوا شايفينها دي. دي فانل انا بدي للناس فيها آلة حاسبه عشان تحسب لهم ارقامهم فيما يتعلق بالاعلانات المموله، فلما بيدوسوا هنا جيت اكسس بيدخلوا الايميل وبيدخلوا الاسم بتاعهم والتليفون وبياخدوا بعد كده الآلة الحاسبة. بتدي للناس أي حاجة مجانية، فيديو مجاني، آلة حاسبة مجانية، تريلو بورد، شيت اكسل، تمبلت خاص بالإيميلات، أحسن إيميلات مثلا أنت عملتها، أحسن إعلانات ممولة أنت عملتها بحيث الناس تقدر تنسخها أيا كان. السؤال الذي يطرح نفسه بقى، اسلام ازاي هقدر ان انا ابني الايميل ليست او القائمه البريديه دي من خلال الفانل اللي انا عاملها، الكلام اللي انا لسه قايله لكم من شويه ده؟ طبعا لو جينا افترضنا ان دي الفانل اللي انت عاملها، ممكن مثلا دي لسه تكون الفانل بتاعت العرض المنخفض او الليد فانل او الويبينار فانل او ايا كان. وطبعا انت بتبعت الناس ليها في الاول من خلال الاعلانات، ممكن يكون من خلال اعلانات فيسبوك، اعلانات يوتيوب، من خلال اعلانات انستجرام او ايا كان. طبعا لما بقول كلمه اعلانات في ناس بتترعب، اللي هو انا هصرف فلوس عشان ابني ايميل ليست وبعد كده يا عالم الايميل ليست هتجيب لي فلوس ولا مش هتجيب لي فلوس؟ هي طبعا الاحصائيات بتقول ان انت قيمه كل ايميل عندك في الايميل ليست دولار على الاقل، بيزيد لو انت في ماركت او لو انت في تخصص فيه فلوس كتير، او برضه لو انت في عالم مثلا او لو معاك لستة ايميلات بره في الدول المتقدمه، وفي نفس الوقت برضه لو انت في ترابط وعلاقه قويه ما بينك وبين الايميلات بتاعتك. نقدر نقول ان انت مثلا من اول 30 سنت لحد 2 دولار ده المتوسط. يعني انت لو معاك لستة ايميلات فيها 3000 اسم، ده تقريبا هيجيب لك في المتوسط من اول 1000 دولار ل 3000 دولار شهريا. بس السؤال بقى ازاي نبني لستة الايميلات دي بشكل مجاني؟ انت خلاص انت دلوقتي بعت الناس من خلال الاعلانات على الفانل بتاعتك فصرفت فلوس. الفكره بعد كده ان احنا بنقوم جايين على الصفحه اللي بعد كده نعمل حاجه اسمها اب سيل، بحيث ان نسبه من الناس اللي هي سواء بقى اشترت العرض المنخفض بتاعك، سواء الناس اللي سجلت في الويبينار، سواء الناس اللي هي خدت الآلة الحاسبة المجانية او الشيت المجاني، يبتدوا ان هم يشوفوا الاب سيل. وهسيب لكم نماذج حقيقيه من الحاجات دي تحت الفيديو هنا، تقدروا تروحوا
تروحوا تشوفوها وتسجلوا فيها. وهسيب لكم كمان القوالب اللي انتوا تقدروا ان انتوا لما تسجلوا في سيلز بروسيس اللي هو السوفت وير اللي انا بستعمله، هتلاقوا القوالب بتاعتي دي جاهزه وموجوده، تقدروا انتوا تستعملوها فورا. هتلاقوني برضه سايب لكم اللينك تحت. فاللي بيحصل بقى عندك ان انت هنفترض ان انت ممكن يكون في 1000 واحد ادوا لك مثلا الايميل بتاعهم، ممكن 2% قرر ان هو يشتري. فلو انت الاوفر ده انت عامله مثلا ب $50 وفي 2% من ال1000 قرروا يشتروا، كده 20 واحد اشتروا $50، كده $1000 جولك. وانت في المتوسط ممكن تدفع $1 تقريبا عشان تجيب الليد، وبالتالي انت ممكن تكون دفعت $1000 عشان تجيب ال1000 ليد دول. فانت دفعت 1000 وجولك 1000. ممكن واحد قبل كده يقول لي اسلام طب انا كده ما عملتش حاجه، او اللي هي الناس اللي بتعمل اعلانات بشكل سطحي، اللي هو اسلام انا عملت الاعلان والاعلان ده يا دوب اللي انا صرفته في الاعلان جالي، انا لا كسبت ولا خسرت. بس هنا بقى الفكره ان انت لما بتبني ايميلات، اولا انت بقيت ال 98% اللي ما اشتروش دول هيعدي عليهم حاجه اسمها ايميل فولو اب، ده شكل الايميلات بالنسبه لي. فالايميلات دي بتوصل للناس بشكل اوتوماتيك لما هم بيسجلوا وما بيشتروش. انت ليه ما اشتريتش بقى، يبتدي ان هو يخاطب الاعتراضات اللي عنده، يبتدي ان هو يحببه اكتر في المنتج، يوري له تستيمونيالز، الحاجات دي كلها. فبالتالي ممكن تلاقي نسبه اكتر من ال 2% تشتري، قد تصل الى نفس النسبه دي من الايميلات الفولو اب. يعني لو 2 اشتروا مباشره ممكن نقول ان في 2% كمان بيشتروا بعد كده من الايميلات الفولو اب. فانت ال1000 دي جات لك 1000 كمان منها بشكل اوتوماتيك. كل ده انت نايم والايميلات دي شغاله اوتوماتيك، البيزنس بتاعك بيدور اوتوماتيك. ويا سلام بقى لو انت عندك مثلا كمان قناه على اليوتيوب او اي حاجه شغاله اورجانيك عماله بتجيب لك ترافيك، فانت هنا القناه عماله بتبعت لك ترافيك على الليد فانل، والليد فانل عماله بتبعت الناس على الاب سيل، الناس عماله بتشتري الاب سيل، وانت عمال بتعمل الايميل ليست بتاعتك، واللي ما بيشتريش عمال بيوصل له ايميلات اوتوماتيك، وكل المكنه دي دايره وانت ما بتعملش اي حاجه خالص. وكل ده بسبب قوه الايميل ماركتنج بس. وبالتالي ممكن نلاقي ان انت صرفت 1000 وجالك 2000، ده كده انت لسه في الاول خالص. لسه بقى لما يجي لك اوفرات تانية انت تحب تعملها تقوم باعتها للايميلات دي، تقوم باعتهم على اوفر جديد انت عامله، وخمن ماذا سيحدث. هنعيد نفس السايكل دي تاني، هتقوم باعتهم للفانل الجديده اللي عندك، وبعد الفانل الجديده هيروحوا للاب سيل، نسبه منهم هتشتري ونسبه مش هتشتري، فهتعدي على ايميلات تانية، وهكذا. كل اللي انت بتعمله انت بتبعت ايميل مره واحده، وبعد كده المكنه بتدور اوتوماتيك. وزي ما قلت لكم السوفت وير اللي انا شخصيا بستعمله سيلز بروسيس، هتلاقوني سايب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. هتلاقوا بقى فيه الايميلات هنا في الماركتنج، هتلاقي برضو فيه سوشيال ميديا بلانر لو انتوا عايزين تستعملوا حاجه تبتدي انها تعمل لكم بلاننج على اكتر من منصه تواصل اجتماعي في نفس الوقت، سواء فيسبوك، انستجرام، لينكدين، تويتر، تيك توك، كل ده تقدر تعمل فيه سكيدجولينج او جدوله. هتلاقي فيه الاوتوميشن والورك فلو، ده اللي هو زي ما قلت لكم بيخلي البيزنس بتاعك يدور اوتوماتيك. هتلاقي فيه بقى السايتس، الفانلز اللي عندك اللي موجوده، هتلاقي فيه بلوجز لو انت عندك ووردبريس، هتلاقي فيه حاجات كتير جدا. هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه تحت، تقدر تسجل في 14 يوم مجانا تجرب فيها السوفت وير زي ما انت عايز. ده كده كان نهايه الفيديو اللي معانا النهارده. اكتب لي بقى تحت كده انت متحمس تطبق الكلام اللي احنا عملناه ده ولا لا، واكتب لي انت عندك اصلا ايميل ليست ولا لا، ويا ترى ايه الخطوه الجايه اللي انت متحمس ان انت تطبقها، ويا ترى ايه مدى اهميه اللي انت علمته النهارده، وايه مدى استعجالك ان انت تطبقه، وهيفرق معاك ولا لا. متحمس اعرف ارائك. لو في 50 واحد كتبوا لي في الكومنتات تحت ايميل ماركتنج، انا هكمل في السلسله دي، نبتدي نشوف نتعمق اكتر مع بعض ازاي تقدر فعلا تخلي البيزنس بتاعك ده يدور بشكل اوتوماتيك. شكرا ليك واشوفكم الفيديو الجاي.